كلاسيكو الأرض، الاتحاد يواجه الهلال، المتصدر يواجه وصيف العالم ووصيف آسيا. المباراة هذه جدا مهمة للفريقين، فريق يبغى يثبت أنه هو لا زال مصارع على الساحة، وفريق يريد أن يثبت أنه ملك اللقب. الهلال دوبه جاي من نهائي كأس الملك اللي لعب فيه 120 دقيقة، زي 9 بلنتيات، تعب ذهني، تعب عقلي، تعب كل شيء، تعب جسمي كمان، بغير الاتحاد اللي متصدر ومرتاح ويستنى أي خصم يقول له تعال يا واد. الصراحة مباراة صعبة. خلينا نتكلم عن تشكيلة الاتحاد شوي. التشكيلة هذه راح تصدمكم مرة لو تشوفون عمر هوساوي جناح، لكن اللي مو مبين في التطبيق كان يلعب ب3 قلوب دفاع. الخطة كانت جدا ممتازة، وكمان في الخطة الثانية اللي هي 4-4-2 كمان حلوة، وبرضو خطة 4-3-3 جدا ممتازة. خلينا ننتقل على التوقعات. صراحة مع الإرهاق اللي على الهلال أتوقع فوز الاتحاد بنتيجة 3-1.